السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا رجالة. وطبعا ما اتجمعناش وعملناش لقاءات بقالنا فترة. ف يعني ان شاء الله الايام اللي جاية هنشوف لقاءات مع بعضينا دايما ان شاء الله، ويبقى في تواصل ما بيننا في الفترة اللي جاية ان شاء الله. طبعا هنتكلم عن شوية اخبار سريعة كده بقى. النهارده اتفاجئنا بحاجات كتير جدا، منها جروس. شكرا جروس، يعني فين جروس؟ لقيناها فص ملح وداب كده مره واحده، ما نعرفش مشي ليه. مفيش اي مبررات خالص عن جروس مشي ليه، ما تعرفش. آه حته كده من نادي الزمالك حابب ان هو ايه، عايز يحرق النادي الاهلي، دم النادي الاهلي. آه فقال لك اجيب باسيرو اللي هو كان بيدرب النادي الاهلي قبل كده. طب ما تجيب باسيرو، اجيب موسوماني، ما تجيب اي حد كان بيدرب النادي الاهلي. طب وفي ايه يعني؟ ما هو انت ما خدتش حد كان جاي النادي الاهلي، فانت عملت صفقه على اساس انت عايز تحرق دم النادي الاهلي زي شيكابالا، زي بن شرقي. طب ما هو بن شرقي انت كنت عايزه، كنت هتتجنن عليه، ما عرفتش تجيبه، فالنادي الاهلي جابه. بالعكس جابه من باقل من اللي انت كنت عايز تجيب بيه بن شرقي. تمام. فانا مستغرب، يعني هل انت جايب دلوقتي جروس باسيرو مكان جروس عشان تحرق دم النادي الاهلي؟ لا بالعكس جدا. ده انت بالعكس، انت قبل لقاء القمه بكام يوم عملت حاله من عدم الاستقرار في نادي الزمالك. فانا مش عارف يعني انت جايب جروس ليه، لما انت دلوقتي جاي مستغني عن جروس. هو ما كملش 3 شهور، حتى الراجل جاي بيتكلم يقول لك انا اصلا ما عرفتش، يعني ما اعرفش اللعيبه. في بعض اللعيبه ما يعرفهمش، ما يعرفش اساميهم. قال لك انا مش عارف انصح المدرب اللي جاي بايه. انا ما اعرفش لسه اللعيبه عشان انصحه باي حاجه. ففي حاجات غريبه جدا في نادي الزمالك على فكره. نادي الزمالك وجمهوره مستغرب من الحاجات اللي بتحصل في الاداره في نادي الزمالك. وفي اقاويل بتقول يعني، بس مش حاجه مؤكده، بس برضو كنت عايز اقول لكم عليها. يقول لك عشان خاطر شيكابالا ما كانش بيلعب على يد جروس، فطبعا كان زعلان جدا، فاشتكى لحسين لبيب. وحسين لبيب اتكلم طبعا ممدوح عباس اللي في ايده الدنيا كلها. وطبعا ممدوح عباس قال لك لا خلاص يتشال عشان خاطر ده شيكابالا، نجم نادي الزمالك، الاسطوره بتاعت نادي الزمالك زي ما نادي الزمالك بيتكلم ويقول. بس انا اقول لكم حاجه فعلا وحاجه حصريه. جمهور النادي الاهلي وجمهور المحبين النادي الاهلي بيعشقوا وجود شيكابالا في الملعب في مباريات الاهلي والزمالك خاصه، يعني عشان هو وش وحش على نادي الزمالك في مباريات القمه، وشه زي الفل جدا على النادي الاهلي وعلى جمهوره. فالناس وجمهور النادي الاهلي بيتمنى عدم اعتزال شيكابالا اللي هو اسطوره نادي الزمالك، والله زي ما بقول لكم كده. الحاجه التانيه، كهربا جاي بيقول لك انه خلاص راح ليبيا تمام زي الفل، وراجل ادى وعمل فيها كريستيانو هناك زي الفل. بس بصراحه انت خلاص يا شيكاب كهربا، يعني كانت العلاقه بينك وبين جمهور النادي الاهلي بعد ماتش باتشوكا وضربه الجزاء الشهيره هي خلاص انتهت. انت يعني خدت خطوه تانيه في ليبيا، فان شاء الله تكون موفق فيها، وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ودي خطوه ايجابيه من وجهه نظري ومن وجهه نظر جمهور ومحبين النادي الاهلي. حاجه اللي احنا عايزين نتكلم فيها برضو النهارده، بن شرقي. طبعا ناس كتير بتتكلم بن شرقي ده راجل مصاب، ده بن شرقي عامل مشاكل مع النادي الاهلي. يا جماعه مشاكل ايه؟ انتوا بتخترعوا وبتجودوا مشاكل وكلام وخلاص. مش اصلا الراجل لسه اصلا ما لعبش كوره ولا لسه عمل اي حاجه من النادي الاهلي عشان يعمل مشاكل. الراجل كل ما فيها ان هو كان جاي من قطر، والراجل جاي عنده اصابه في العضله الاماميه. والراجل يعني هو بصراحه يعني من مصادر موثوق منها ان الراجل عايز يلعب باي طريقه، لكن طبعا كولر مش عايز يدفع بيه ويندفع بيه في اللقاءات قبل ما يتم شفائه 100%. وطبعا الراجل من حماسه وحبه في النادي الاهلي عايز يلعب، وده طبعا اي حد مكانه هيعمل نفس الكلام برضه، يعني عايز يلعب وعايز يأدي، عايز يشوف الجمهور بيشجعه، ودي امر طبيعي يعني. فنتمنى ان شاء الله يعني نشوف لقاء القمه اللي جاي بين اهلي وزمالك لقاء يكون يتمتع بالروح الرياضيه، وشيكابالا بقى ينور الدنيا
عشان يمتع جمهور النادي الاهلي ويفرح النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. وان شاء الله يعني في الحلقات الجايه ان شاء الله هيكون اخبار حصريه، وان شاء الله هيكون يعني في اخبار جميله جدا النادي الاهلي والكره المصريه. فانتظرونا مع قناه محمود ابو تريكه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.